السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في دار الفردوس للإنتاج الإسلامي أن ننقل لكم عبر إصدار متميز الحجاب وقفة مع النفس لفضيلة الشيخ محمود المصري. والآن نستمع وإياكم إلى مادة هذا الإصدار. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك، في هذا العيد المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا لنا في الآخرة بصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة النهاردة على وجه الخصوص هناخد أجازة من رحلة إلى الدار الآخرة النهاردة فقط إن شاء الله، لدرس مهم جدا. الحقيقة طلب مني من حوالي أكثر من 7 شهور بالإخوة والأخوات، فقلنا النهاردة ميعاد إن شاء الله النهاردة، فربنا يرزقنا الإخلاص فيه، وربنا يجعله مباركا على أمة الحبيب محمد. حديثنا النهاردة عن الحجاب، عن حجاب المرأة المسلمة. الحقيقة الدرس ده يا جماعة بصدق أنا بعتبره أهم درس في حياتنا، أهم درس، لأن بصلاح المرأة تصلح الأمة كلها، بصلاح المرأة تصلح الأمة كلها بفضل الله عز وجل. فنفسي أن الدرس ده يكون بركة على جميع نساء المسلمين بل وعلى الأمة كلها. النهاردة بكلم أختنا المسلمة كلام من القلب والله، لأن يعلم ربي عز وجل أنا خايف عليك قد إيه، ونفسي ربنا يجعلنا جميعا كده سبب لدخولك الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. النهاردة بالمناسبة هيتوزع أو اتوزع خلاص 1000 نسخة من كتاب الحجاب الصغير اللي كنا عاملينه، اللي هو اسمه أختها وقفة مع النفس. بقول لو وصل لأخت محجبة إن شاء الله ربنا يكرمها تهادي بيه أخت مش محجبة، ولو وصل لأخت مش محجبة يبقى ربنا يكرمها بيه إن شاء الله وينفع بيه. والنهاردة في 50 ألبوم من رحلة إلى الدار الآخرة هيتوزعوا على 50 أخت إن شاء الله يتحجبوا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله جل وعلا. وبنوعدهم إن شاء الله إن الإخوة ربنا يحفظهم يجيبوا لهم الأسبوع اللي جاي 50 خمار هدية إن شاء الله. أنا معانا إخوة كويسة الحمد لله. ربنا يبارك فيك، هو حد يسيبنا ويمشي. ربنا يبارك فيك. عايزين نبدأ درس. الحقيقة محتار أبدأ الدرس منين، لكن حبيت أبدأه من قصة جميلة جدا عجبتني. القصة دي يا جماعة قصة أخت ما كانتش محجبة، كانت بتشتغل كوافير للسيدات. هتستغرب ان انا ببدأ الدرس ده بالموضوع ده ازاي. الاخت دي كانت بتعمل كوافير للسيدات، لكن بتعمل كوافير للمتبرجات مش المحجبات. كان ما فيش بركة في رزقها ولا في ولادها ولا في زوجها ولا في حياتها، والفلوس عمالة بتطير، اللي بيجي مش لاقي، فمش عارفة. فبتكلم اخت ملتزمة بتقول لها طب انت لو بطلت ان شاء الله تشتغلي كوافير للمتبرجات وعملت الموضوع ده للمحجبات ان شاء الله ربنا هيبارك لك في رزقك واولادك وزوجك وبيتك وكل حاجة. بالفعل قفلت باب ان هي تعمل كوافير للمتبرجات، وقالت ان شاء الله مش هشتغل غير مع المحجبات. بتقول اول حاجه ربنا اكرمني بيها، الرزق في بركه، البيت في بركه، ما شاء الله ربنا هدى لها زوجها الحمد لله. اول حاجه ربنا رزقها بيها عمره، جت من العمره الحمد لله ربنا رزقها النقاب. في يوم من الايام جت لها واحده متبرجه وهي ما تعرفش انها متبرجه، قالوا لها عايزينك تعملها كوافير عشان دخلتها بكره. فراحت لها في يوم الدخله، في يوم الزفاف، وقصت لها شعرها او قصت لها بالبلدي كده نص شعرها ولسه هتكمل. فبتسالها بتقول لها الاخت ان شاء الله محجبه؟ قالت لها لا انا متبرجه. قالت لها لا خلاص وانا متوقفه، مش هقدر اعمل لك اي حاجه الا لان انا ما اقدرش اعينك على معصيه ربنا، شعر ده هيقدر قدام الرجال دلوقتي. طب هنعمل ايه؟ ده الدخله بعد ساعه، هتسيبيني المنظر؟ قالت لها ما اقدرش اكمل، ما اقدرش اقابل ربنا. اقول له ايه؟ اقول له انا زينت واحده عشان تظهر للرجال؟ من هنا لهنا كلمة منها وكلمة من دي بفضل الله عز وجل. العروسة في اللحظة دي قالت لها انت خايفة على نفسك من النار وانا مش خايفة على نفسي، والله هلبس الحجاب من الليلة دي ولن اخلعه ابدا. فلبست الحجاب بفضل الله عز وجل. نفس الاخت برضه يشاء المولى عز وجل في يوم من الايام كان في من جيرانها واحد من حملة القرآن، لكن للأسف كانت زوجته متبرجة. فالاخت دي بتقول شفت رؤية في المنام ان الراجل ده اللي حمل القرآن ده شايل زوجته فوق كتافه، تمام، وداخل بيها نار جهنم ومن وراء بناته. تخيل المنظر. فراحت قالت الرؤية ديت لهذه الست المتبرجة، وبفضل الله في نفس اليوم لبست حجاب. ايه سبب ذكر المواقف دي للاخت ديت؟ سبب ذكر المواقف الثلاثة ديت للاخت ديت ان عايز اقول لكم ان كل نساء المسلمين بفضل الله عز وجل كلهم خير، واقفين بس على كلمة رحيمة
تخرج من فم أحد الدعاء بفضل الله عز وجل يستجيب استجابة عجيبة الشكل. إن شاء الله نشوف الليلة دي استجابة عالية جدا إن شاء الله من أخواتنا، يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم جميعا. فإحنا الليلة دي عايزين نقدم لها الكلمة دي بكل رحمة وحب وحنان، وبنقول لأختنا المسلمة إحنا النهاردة بندعوك للجنة، إيه رأيك؟ موافقة؟ طب تسمع كلام حبيبي وتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام ماذا يقول يا جماعة؟ يقول كما عند البخاري قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بنقول لها هتسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو بتحب النبي اسمع كلامه إن شاء الله. تعالوا نبدأ الموضوع من الأول يا جماعة، بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. لا شك يا جماعة إن موضوع فتنة النساء أعظم فتنة موجودة على وجه الأرض، أعظم فتنة موجودة على وجه الأرض فتنة النساء. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيحذر الأمة من فتنة النساء. حديث رواه البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي رواية مسلم يقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. علشان كده يا جماعة أعداء الإسلام لما حبوا ان هم يفسدوا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم قالوا نركز على مين؟ على المرأة. ليه؟ عارفين ان المرأة دي قيمتها عالية جدا في ظل الإسلام. المرأة بالبلد كده بتمثل نصف المجتمع وبتلد النصف الآخر، فهي المجتمع كله بفضل الله عز وجل. وهي مين المرأة؟ ما هي أختي وأمي وزوجتي وبنتي، يعني المجتمع كله هي المرأة بفضل الله عز وجل. فأعداء الإسلام لما حبوا ينخروا في عظام أو في جدار الإسلام قالوا عن طريق إيه؟ عن طريق المرأة. ولذلك واحد منهم قالها صراحة، قال كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا تفعله الصواريخ ولا المدافع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالله عليك يا أختي، بالله عليك بالله عليك اوعي تكوني سبب في تحطيم أمة الحبيب. ترد ان انت تكوني سبب في تحطيم أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ترد تكوني سبب في ضياع شباب الأمة المسلمة؟ ترد تعملي كده؟ ده انا يعني عايز اقول لك حاجة بس، شوفي ربنا بيقول ايه؟ والفتنة أشد من القتل. والآية الثانية والفتنة ايه؟ أكبر من القتل. أكيد انتوا كلكم سمعتوا وأكيد أخواتنا سمعوا عن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ أحمد ياسين يا أخت قدم دمه ونفسه وقدم ماله ووقته، قدم حياته كلها لله عز وجل. هذا الرجل العظيم رحمه الله رحمة واسعة والله رأيت له لقاء تلفزيونيا عجيبا قال فيه كلمة ورب الكعبة لا أنساها أبدا ما حييت. بيسألوه ما أملك أيها الشيخ؟ قال أملي أن يرضى الله عني. يا سلام، اللهم ارضى عنا يا رب. شوف قد ايه بيقول املي ان يرضى الله عنه. في اليوم اللي اتقتل فيه يا اخت، في اليوم اللي اتقتل فيه ابنه بيقول له يا ابي ده في ناس اكتشفوا ان في طياره استطلاعيه اسرائيليه بتحوم حول هذا المكان، يعني عايز تعمل حاجه. فقال له يا بني والله ما زلت ابحث عن الشهاده حتى يومي هذا. يا سلام يا سلام، سبحان الله. شوف الراجل عمل ايه، قدم نفسه وحياته ودمه ووقته وحياته كلها لله، وانت مش عايزه تلبسي حجاب لله؟ حجاب، شوف تلبسي حجاب لله. والشيخ احمد ياسين قدم كل حياته لله عز وجل. اسالك سؤال، لو عايزه تكيد اليهود، عايزه تخلصي على اليهود، عايزه تنتقم من شارون المجرم، انت عارفه شارون عمل ايه في امه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ شارون يا جماعه اللي ما تعرفوش عن شارون، شارون ده هو اللي قاد المذبحه بتاعت صبرا وشتيله، قتل فيها كم مسلم؟ 3000 مسلم. شارون هو اللي قاد الحمله لقتل المسلمين من اهل مصر في ارض سيناء. شارون ده هو اللي قاد كل الحملات السابقة كلها من الستينات لحد يومنا هذا لقتل جميع المسلمين في أرجاء الأرض. هو ده شارون. عايزة تنتقم من شارون البسي حجاب. ازاي؟ ورب الكعبة لبسك للحجاب أشد على اليهود من 1000 مليون صاروخ. مش قد ايه؟ هم عايزين ايه؟ عايزين يفسدوا المسلمين. هم مش عايزين المسلم يبقى يهودي، لا، ده هم بيعتبروا نفسهم شعب الله المختار. هم عايزين المسلم بلا إسلام وعايزين المسلمة بلا إسلام. عايزة تكيديهم وتخلصي عليهم الليلة دي مش بكرة، البسي الحجاب النهاردة، وده هيكون أشد على شارون من 100,000 صاروخ اسقط بفضل الله عز وجل.